الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة حلقة جديدة من حلقات يوميات مربي الصغير. النهاردة يا جماعة موضوع الحلقة هنتكلم عن إزاي نفرق بين الذكر والنتاية في الزغاليل. خلي بالكم يا جماعة، في الزغاليل مش في الحمام الكبير. واحد يقول لي طب أنا هعرف الذكر من النتاية في الزغاليل ليه؟ لأسباب كتيرة جدا. كل واحد طبعا لازم يبقى عارف الإنتاج اللي عنده ظروفه إيه. ذكر وانتايه، انتايتين، ذكرين، بحيث تبقى انت عندك السلاله او عندك النوع دوت. تبقى انت راجل عارف بتدير مشروعك ازاي، تبقى فاهم الدنيا رايحه فين وجايه منين. مش العمليه عندك يعني سداح مداح بالبرد كده، مفيش نظام وعشوائيه، ما تعرفش مين الزياده مين الناقص، وبالتالي يفرق معاك في الانتاج وتلاقي نفسك بتاكل على الفاضي ومفيش انتاج. طيب ندخل في الحلقه على طول. بص يا جماعه، موضوع الانتاج، موضوع الذكر والنتايه في الزغاليل بيكون اصعب شويه من الحمام الكبير، لان في الحمام الكبير بيبقى فيه اكتر من حاجه بتقول لنا ان الذكر باين قوي والنتايه باينه قوي. طبعا اهمها يا جماعه السلوك. يعني ايه السلوك؟ بتلاقي دايما في الحمام الكبير الذكر يعني شرس، شقي، بيضرب، بيزوم، بيتخانق، بيتعارك كده. فدايما الذكر في الحمام الكبير بيبقى باين تمام. بتلاقي منقاره كبير، بتلاقي عظمه المناخير كبيره، بتلاقي الراس كبيره، بتلاقي الرجل كبيره، بتلاقي الشكل الخارجي باين عليه، الرقبه بتلاقيها لامعه. حاجات كتيره يا جماعه بتبقى في الحمام الكبير بتبقى سهله. زائد السلوك، زائد الصوت، تلاقي بيشخور، تلاقي بيزوم. في برضو يعني نتي، بتبقى في نتي مسترجله شويه، اللي هي نتي مدكره، بنقول عليها نتي خشنه، بس تبقى قليله برضو. بس برضو في اكتر من حاجه، عن طريق برضو الريش بتبان برضو، عن طريق الشقين يا جماعة. في الحمام الكبير بنبدأ نميز بين الذكر والنتاية. طبعا الذكر بيبقى الشقين ضيقين أو قريبين، في النتاية بتبقى العملية موسعة شوية. بتلاقي يا جماعة في الذكر الكبير الذكر بيلف حوالين نفسه. طيب دي كلها حاجات كتيرة بتسهل موضوع الايه، ان انا افرق بين الذكر والنتاية في الحمام الكبير. طب نيجي للزغاليل بقى. ازاي اعرف الذكر من النتاية في الزغلول وهو لسه بطش؟ واحد يقول له هو لسه بطش، اقول له يا عم هنعرف دلوقتي هو ازاي، والطريقه دي انا شغال بيها والحمد لله يعني بنسبه 100%، او بنسبه 90%، بلاش يا عم 100%. بصوا يا جماعه، بيبقى الزغلول يا جماعه الذكر وهو في الطاجن بيبقى تيجي تقرب عليه او تيجي تمسكه او تحط ايدك عليه، بتلاقيه بيهجم عليك او بيدافع عن نفسه. هو بيبقى خايف، بس بتلاقيه بيدافع عن نفسه بحكم ان هو ذكر. بعكس النتايه دي تقرب عليها وتمسكها او تلمسها، ما تعملش اي حاجه اخرها بس تبعد نفسها. انما الذكر بتلاقيه بيبادر، وبتلاقيه بيهجم عليك، وتلاقيه بيضربك بجناحه وبيضربك بمنقاره. كده تعرف ان ده الذكر. لما يبقى عندك قص بطش وعمر من اول عمر 10 15 يوم وانت طالع، بتبدا يا جماعه نعرف الذكر من النتايه. لان زي ما كنت قايل لكم في الحلقه اللي فاتت، موضوع النتي والذكوره، وان ساعات بيبقى عندنا عجز كتير في الذكوره. فكنت الفكره اللي قايلها لكم ان انا لما باجي ببيع، طبعا الحمام ده بلدي، حمام ذبيح، فلما باجي ابيع لحد ببقى عارف ان هو هيشتريه ذبيح، فببيع له الذكوره. بخلي مثلا عندي النتي بيبقى مثلا عندي جوزين 3 هبيعهم، 3 جواز يعني 6 فرده. بديله ال6 فرده، بديله مثلا 4 منهم يعني ذكر وانتايه، واديله جوز كمان ذكرين. بمعنى يا جماعه ان انا بخلي عندي انتايتين مش ببيعهم، بدل ما اخلي عندي ذكر وانتايه، لا بخلي عندي انتايتين واديله هو الذكوره. هو كده كده هيذبحهم، فهيفرح بالحجم الكبير، وكده كده هو مش فارقه معاه، وفارقه معاه حمام جرمه ياكلها، حمامه صدرها فيها لحم، لا هيفرق معاه هو الفرد اللي بياكله ده ذكر ولا انتايه. هو فارق معاه ان هو لما يطبخوا وياكلوا ويحمروا يلاقي فيه حتتين لحمه وياكلهم، ده اللي فارقه معاه. وانت كمربي لا، انت خد النتايه خليها عندك دايما، يبقى عندك عجز في النت. دايما المربين كلهم عندهم عجز في النت يا جماعه، يعني اكاد يعني يعني نتحدى اي حد دلوقتي ان هو يقول لك انا عندي عجز ذكر واتنين زياده في المكان عندي. حتى البلدي، حتى اللاحم، حتى الزاجل، سبحان الله، هي حاجه كده يعني ايه. دايما المشاكل بتكون كلها في النتي، لا اما النتايه عطال، لا اما النتايه هربت، لا اما النتايه ماتت، لا اما النتايه اتعورت، لا اما اي مشاكل دايما بتبقى في النتي. حتى انا واحد من الناس لما بيجي لي مثلا حمام غريب، انا طبعا حمامي سايب وبياكل بره ومش عارف ايه على السطح وكده، فبيجي حمام غريب ياكل معاه وياكل ويمشي. فده بلاحظ دايما ان اغلبيه الحمام اللي بيجي من بره بيجي كوره،
يعني انا بعرفه بيبقى جاي ياكل كده بيشرب واسيبه ايه تمام. عايز بقى هو يكمل طريقه ويتكل على الله مفيش مشكله، هو كل وشرب مفيش مشكله، خدنا ثواب تمام. وذكى عن حمامنا عايز يدخل المكان مفيش اي مشكله برضه، يقعد ويشرف مفيش اي مشكله طالما فرد سليم تمام. وهنا اغلبيه الحمام عندي يا جماعه بيبقى دايما بيجي لي حمام بلدي كتير، لان كل اللي حواليا بيربوا بلدي، مفيش هنا حد بيربي ايه انواع الغاليه، لان معظم اللي حواليا في المنطقه بيربوا بلدي، فدايما فين وفين يعني. مش موضوعنا، خلينا برضو يا جماعه في موضوع اللي هو ازاي نفرق بين الذكر والنتايه. فزي ما قلت لحضراتكم دايما الذكر بيبقى بيهاجم، دايما الذكر بيدافع عن نفسه، دايما الذكر بيضرب، ده في الزغلول حاجه كده سبحان الله على الفطره. فتبدا تعرف ان انت دايما الاختبار ده تعملوه عندكم في حمامكم، دايما تبدا من هم لسه بطش، تقدر تعرف ان الجوز اللي عندك ده طالع ذكر وانتايه، تبقى انت عارف دنيتك من بدايتها كده. علشان خاطر لو هتبيعه، لو هتخليه، لو هتشببه عندك، لو هتحطه في سلاكه، لو هتطيره، لو هتقنيه، لو اي حاجه، تبقى انت عارف ان ده ذكر وانتايه مش ذكرين ومش انتايتين. وخلي بالكم يا جماعه حمام كتيره بيطلع ذكوره، خلي بالكم. انا عندي هنا لاحم، عندي اصل لاحم ما شاء الله استلمني شويه كده ما كانش بيطلع غير يعني غير الجوز ذكوره ذكرين، ما اعرفش سبحان الله يعني طلع بطن واثنين وثلاثه الاثنين ذكرين. فما شاء الله عمل لي عجز في النتي اللاحم، خلاني يعني كنت بكلم نفسي فتره تمام. وجات لي مره يا جماعه برضو جوز بلدي والله العظيم طلع لي انتيتين، يعني انا كنت برضو الاثنين والنتايتين موجودين عندي لحد دلوقتي وشغالين وبينتجوا، فما شاء الله يعني هم موجودين واهاليهم موجوده بفضل الله يعني. فمن ساعتها انا استنى ان هو يطلع لي انتيتين تاني، ما اتكررتش يعني. فنفسنا والله ان الحمام يطلع النت كتير، يعني مطلوبين في السوق النت، ودايما دايما اي حد يدخل على الجروبات او على اي حته دايما اللي بيسال عن النت، ودايما النت ماسكه سعر. ويا سلام لو عندك انتيتين كويسين وحنينين، يا حط فيهم الرقم اللي انت عايزه، طالما حاجه كويسه وحاجه مضمونه مفيش اي مشكله. بص يا جماعه يبقى احنا كده مش عاوزين برضو نطول وقت الحلقه، يبقى احنا كده يا جماعه عرفنا في الحمام الكبير برضو شرحنا لكم ازاي نفرق بين الذكوره والنت، من عن طريق الشكل الخارجي والمظهر، وعن طريق الحجم تبقى وزن الذكر وحجمه اكبر، عن طريق الرقبه تبقى الرقبه غليظه في الذكر، عن طريق المنقار بيبقى مفلطح بيبقى عريض، بيبقى فيه زوايا يا جماعه في المنقار، في منقار اطول، عظمه الصدر تلاقي الصدر كده بتاع الذكر المفروض ما شاء الله بارز كده، تلاقي ريشه لامع، تلاقي الذكر ريشه لامع وكبير وعريض، عكس النتايه تلاقي الريش بتاعها مبروم وقصير. الرجل يا جماعه في الذكر تخينه غليظه تمام. برضو صوابع الذكر يا جماعه بيبان عليها دايما اللي هي الشوكتين دي برضو الفيصل، ودي حاجه مهمه جدا. الشوكتين يا جماعه في الذكر بيبقوا قريبين وفي النت بيبقوا بعاد، وزائد الصوت الشخوره والحمام بيجعر تمام. زائد السلوك يا جماعه بيبان بقى الذكر بتلاقي دايما بيتخانق، دايما بيضرب الزغاليل، دايما بيضرب الشبابات، تلاقي الذكر معروف ان هو عدواني خناقات مش عارف ايه. النتايه هاديه قاعده كده في اي جنب تاكل وتشرب وقاعده ايه واخده لها ايه اي جنب وقاعده في حالها تمام. الذكر بيلف حوالين النتايه كتير، بتلاقي الذكر بيضرب في النتي على دماغها. دي كلها حاجات تقول لك انت بتربي ذكور او نتي. ده في الكبير. في الصغير وهم بطش نقدر نعرف عن طريق يا جماعه قلنا تلاقي الذكر تيجي تمسكه كده تلاقي الذكر بيهجم عليك بيدافع عن نفسه، هو بيدافع عن نفسه مش بيهجم، هو بيدافع عن نفسه، فتلاقي دايما الذكر هو اللي بيضربك بجناحه او بيضربك بمنقاره كده، تعرف ان هو ده ذكر. يعني لو استفدتوا اي حاجه يا جماعه يا ريت اللايك ويا ريت الاشتراك في القناه، ولو في اي اسئله في اي حاجه تحت امركم في التعليقات. وان شاء الله يا جماعه انا في اسئله كتير بتيجي، فانا ان شاء الله هحاول اجمع الاسئله دي واعمل بيها حلقه. يعني مش شرط ان انا ارد في الكومنتات، انا برضو هرد في الكومنتات، بس برضو يا جماعه دايما الرد الكتابه مش برد الرد الكافي الوافي اللي انا اقدر افيد اللي بيسالني السؤال. بيبقى ساعات برضو الكتابه برضو يا جماعه مش بتسعفني زي الكلام. في الكلام ممكن اتكلم دقيقه اقول فيها معلومات كتيره جدا، الكتابه فين وفين، لو في ناس تفهم الكلام غلط وفي ناس في الكلام بيجي مقطع من على اليوتيوب بنفسه من الكيبورد نفسها. فقلت بعد كده خلاص هجمع الاسئله دي في ورقه واطلع ارد على اصحابها، وحتى الناس كلها تستفاد اللي بيسال واللي ما بيسالش. بتمنى لكم يا رب الخير كله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.